النهارده هنجرب ساندوتش تشيكن رانش من 5 اماكن. يلا بينا. اول مكان ويلز كيتشن. احنا كنا جبنا ويلز في حلقه البرجر بس ما كانش عجبنا قوي، فقلنا نديله فرصه تانية في الفراخ. نجربه في التشيكن. احنا طالبين ساندوتش تشيكن رانش عشان ده اكتر ساندوتش دلوقتي الناس بتحبه. ده اسمه رانشي كرانشي ب 154 جنيه ونص. متحمسه المره دي بس شكله حلو. يا رب يطلع طعمه زي شكله. البان طبعا بتاعتهم حلوه جدا، حته امريكان تشيز وحته فيليه كبيره. شكله حلو. نقطع. بريدنج كتير، فراخ تعتبر قليله نسبيا. ما تقولش حاجه غير بعد القطمه الثانيه. قطمه كمان ممكن اقول انا. العيش برضو حلو، الصوص شغال، ممكن يزيد عن كده شويه. المشكله كلها في قطعه الفراخ، ناشفه جدا، ناشفه ورفيعه بس فيها طعم. التتبيله بتاعه الفراخ نفسها حلوه قوي قوي، بس مشكلتها فعلا ان البريدنج على الفراخ كبيره قوي. هي رفيعه جدا فطبعا نشفت. كان ممكن يعدي نشفان الفراخ ده لو في صوص رانش اكتر من كده. المشكله ان هو بريدنج كتير ومفيش فراخ، والحته اللي موجود فيها يعني فراخ سنه. الفراخ ناشفه قوي. اوفرول هو ساندوتش يتاكل، يعني احسن بالنسبه لي من البرجر بتاع ويلز بكتير، بس برضو اكيد في احسن من كده. هم في ناس بتقول ان ويلز في اسكندريه مش حلو، فانا مش فاهم صحه المقوله دي ايه. اللي بعده تاني مكان كاركي. كاركي الوحيد اللي جايب ساندوتش، اللي هو الساندوتش الطويل ده اسمه رانشي تشيكن، سعره 129 جنيه. في 3 قطع ستريبس مخلل وصوص الرانش، وفي تركي. ده شكل الساندوتش. العيش اصلا حلو جدا وفريش. الفراخ نفسها ستريبس كده تخينه ما شاء الله، ماليه مركزها يعني. اوه سوري، حته فراخ كده كبيره. دي بتاعتي، وقعت بتاعت ساندوتش بتاعتي. وقعت وقعت دي، بص الحته بتاعتي وراحت. حلوه ستريبس، حلو قوي. بصوا بصراحه الساندوتش ما فيهوش اي كلام. التركي طعمه حلو والصوص طعمه حلو. احنا جربنا كاركي في الحلقه بتاعت فرايد تشيكن في البيسز، كان حلو جدا فعلا. اول مره نجرب منه ساندوتش حلو قوي قوي جامد. اللي بعده تشيكن فيلا. نحط طبق عشان شكله ملغوص خالص. ده ساندوتش سبايسي تشيكن رانش لارج ب 145 او 150 مش متاكد. ساندوتش فيه قطعه فراخ كبيره، مش فيليه قطعه واحده يعني. فيه هالوبينو. تمام يلا بينا. اوكي متحمس والله. الفراخ نفسها فيها جبنه، محشيه جبنه. اعتقد ان انا كونت رايي عن الساندوتش خلاص. مبدئيا البن حلوه جدا، دي شكلها بوتيتو بن من الملمس بتاعها. بوتيتو يعني بوتيتو اكيد. الفراخ مش قطعه واحده بس، هي يعني مش مفرومه، هي شريدد ومتشكله علشان تاخد شكل الساندوتش. دي حاجه مش وحشه. الساندوتش ككل حلو، بس هو مش تشيكن رانش ساندوتش يعني. لا هو سبايسي اكتر يعني. انا حاسه بصوص السبايسي والهالبينو اكتر من الرانش. هو فيه فليفرز كتير مغطيه على طعم الفراخ وعلى طعم الرانش اصلا. اوكي اوفرول ساندوتش حلو برضو. اللي بعده هولمز في البرجر ملوش حل. تشيك ان تشيك ب 142 جنيه. انا بحب الباكجينج بتاعهم ومعلمين على البتاع. لا مش معلمين عليه لان هو مش مكتوب اصلا. ايوه مكتوب عليه. هو مكتوب ان هو CNC. طيب انا قلت لهم الموتزاريلا بره بس برضو جايبينها. مش مهم. طيب هي شكلها فراخ بانيه اكتر من ان هي فرايد تشيكن، بس انا ما بحبش احكم بدري يعني. طيب هو الساندوتش اصلا ما فيهوش موتزاريلا ستيكس، بس احنا طلبنا عليه موتزاريلا ستيك. هو اللي انا شايفه ان الصوص يعتبر قليل والبيكن قطعه واحده كده صغيره. خلينا برضو نشوف الطعم. انا اللي هقول والله حلو قوي. مش هتقول انت لا. الساندوتش حلو قوي، بس عايز حبه صوص كمان. بس هو ميزه هولمز ان هم يعني بيستخدموا حاجات الكواليتي بتاعتها عاليه، فحتى لو في حاجه كده باظت قشطه يعني بتعدي. الفرايد تشيكن هنا مختلفه لانها معموله بالكريسبي، مش معموله بدقيق يعني. مش معموله بطريقه الفرايد تشيكن، معموله بطريقه البانيه شويه. بس طعمها حلو. الساندوتش كله طعمه حلو. التتبيله طعمها حلو، حتى البيكن مع انها رفيعه بس فعلا طعمها حلو وباين. امريكان تشيز اللي فيها حلوه قوي. الساندوتش كله حلو، محتاج بس حبه صوص زياده كان هيبقى بيرفكت. يتاكل ده ما ينفعش يتساب. هو لازم كل حلقه في ساندوتش بيخلص، فهو ده اللي هيخلص. تشيك ان تشيك. قولها 10 مرات. مش هقول حاجه 10 مرات. دي كل فيديو تقولي قول حاجه 10 مرات. مش هقول حاجه 10 مرات. بختبر ملافظ بخارج الالفاظ. اللي بعده اخر مكان معانا بازوكا كان فيه اوفر على الكومبو فجبنا طبعا كومبو تشيكن رانش، سعره 145 جنيه. البطاطس في الدليفري انا امنت ان هي ما بقتش بتيجي كويسه. نفتح الساندوتش. هو كبير قوي بس ماشي، مش هحكم بدري. الساندوتش طماطم وخس صوص رانش وفي قطعه موتزاريلا ستيكس.
حته الفراخ صغيره قوي بالنسبه للعيش بصراحه. هدوق عيش بس يعني. طبعا لا. الطماطم لازم تغادر الساندوتش على طول. Do a George Michael. ندوق اول واحده عيش بصوص الرانش وبعد كده نخش على الفراخ. عيش بس. رانش صوص معقول. فرايد تشيكن بازوكا ولا غلطه. حلوه قوي. حلوه قوي. بريدنج تحفه والفراخ نفسها حلوه. كله حلو. هي مشكلته الوحيده ان هو محتاج حته فراخ تانية. حتى العيش مع انه مش طازه قوي بس يعدي شغال يعني مش اسوأ حاجه. والموتزاريلا ستيك طعمها حلو. احنا اول مره نعمل حلقه كده بقى كله فعلا حلو. نشيل ده ونقول لكم الخلاصه. هتقولي الاول انت انا احسن ساندوتش بالنسبه لك؟ لا احسن لا خليه في الاخر. خلينا نبدا باضعف. طيب ايه اضعف ساندوتش بالنسبه لك؟ ويليز. انا اضعف ساندوتش بالنسبه لي تشيكن فيلا لان هو مش في الحلقه دي صراحه. طعم الفراخ فيه ضعيف حتى لو كان ويليز فراخ فيها مشكله وناشفه بس طعمها ستيل حلو. بريدنج حلو كلها حلوه. انما التاني ده الفراخ فيه حتى قليله. انا اختلف يعني بقى. هي بتاعه البرجر قد كده هختلف. محشيه جبنه وبره جبنه وصوص وهالوبينو. الفراخ ضايعه جدا. ويليز الفراخ ناشفه صوص وصوص قليل. قليل. طيب ايه عايزه ماشي. ايه تاني؟ لا ده وحش بالنسبه لك بس انا فيلا لا ما جاش معايا سكه اصلا كتشيكن رانش ساندوتش اساسا. هو مش التشيكن رانش ساندوتش هنطلعه بره الموضوع. بس اوكي كده كده خلاص. معانا 4 اماكن. ايوه اضعف واحد. اضعف واحد ويليز. تشيكن فيلا لو طلع يبقى ويليز بالنسبه لي اقل واحد. طيب صعب بقى احلى واحد. احلى واحد كان هولمز مفيش كلام. مفيش كلام يعني. احلى واحد هولمز بعديه كاركي. بازوكا. كاركي الاول ارخص ساندوتش وفيه 3 ستريبس. صح. ميل صح. ستريبس ماشي. طبعا كاركي. لو حطينا السعر كمان في المقارنه كاركي هيكسب يبقى رقم واحد اصلا واخر واحد خالص بازوكا. انا زعلان لان احنا بازوكا فعلا يعني بقينا بناكل فيه باستمرار وفعلا طعمه حلو جدا بس يعني هو النهارده ما كانش حظه حلو قوي معانا. الساندوتش طعمه حلو بس ناقص فراخ. كده نكون جربنا 5 سندوتشات تشيكن رانش من 5 اماكن. ونشوفكم الفيديو الجاي.